شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. رمضان مبارك عليكم. اليوم إن شاء الله راح نسوي محلاية بطريقة جديدة. هنا أنا عندي راح أخلي أول كوب حليب سائل. إذا استخدمتم حليب بودرة خلوا كوب من المي و3 ملاعق من الحليب البودرة. هذا حضيف هسه الكوب الثاني. هذا السكر راح أستخدم من عنده 3 ملاعق كبيرة مال الطعام سكر. هذه عندي الموشة مثل ما واضحة يمكم. تنطي طعم كلش طيبة، وراح أستخدم من عندها 1.5 ملعقة كبيرة. هاي ملعقة كوب من الهيل. أنا عندي راح أستخدم النشا الأبيض. أكو أصفر وأكو أبيض. أنا استخدمت الأبيض على مود اللون يصير على خضار، لأن طعمها راح يكون بنكهة الموتشة. راح أحرك على البارد لحد ما تذوب عندي كل المكونات، وبعدين يلا نشغل عليها. هسه راح خليتها على الطباخ على عين تكون وسط، لا عالي كلش ولا ناصية كلش. أبقى أحرك بيها. هنا أنا عندي هذا قوامها مثل ما واضح بدأ يثقل عندنا القوام، وهو هذا المطلوب، وراح أطفي عليها. هنا أنا عندي راح أزينها بأي نوع مكسرات أنتوا تحبون تزينوها، زينوها باللي يعجبكم. جوز أو مبروش أو أي مكسرات أو لوز عربي كلها ترهم. وبعدين راح أستخدم هسه الكريمة. اللي ما متوفر عنده كريمة يخلي ملعقة من الجيمر، أو يخلي من الكريم شانتي هم تصير. هذه الكريمة مثل ما واضحة يمكم راح أخلي لها كل كوب شوية من الكريمة، راح تنطي طعم كلش طيب. هذا شكلها النهائي. خلينا 2 بالكريمة و2 البقية نفس الطعم، ما غيرنا طعمها. ورايدة منكم اللايك والاشتراك، وإن شاء الله تعجبكم يا رب. مع السلامة.